هنا أزمات اقتصادية حقيقية، البعض منها مفتعل والبعض منها حقيقي. نعم. الواقع اللي احنا بنعيشه هل هو بيعبر؟ بعض مفتعل والبعض حقيقي. تمام. هل الواقع اللي المواطن المصري بيعيشه بيعبر عما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية وثروات ممكن لو احسننا ادارتها واحسننا توظيفها ممكن نعدي؟ انا شايف ان المشكلة مش من النهارده، المشكلة من 30-40 سنة. نعم. اللي احنا عايشينه دلوقتي. يا فندم، الجهاز الاداري من تحت جهاز خربان، جهاز فاسد لا يعمل، هو اللي سبب كل الازمات النهارده اللي بتعيشها مصر. دي تراكمات سنوات. نعم. ما اقدرش احاسب عليها الحكومة الحالية، وان كنت بأؤكد ان هناك ملفات وهناك مسؤولون وهناك وزراء لا يصلحون بالمرة لإدارة اي ملفات. يعني المشكلة تاريخية من 30 سنة بكل تأكيد. بس اللي موجودين دلوقتي مش هيقدروا يحلوها لوحدهم. مش كلهم. مش كلهم. يعني انا مثلا على سبيل المثال لو انا هاخد مثال ملف زي ملف الزراعة، لما ارجع لورا النهارده سنة 82 الزراعة المصرية كانت يعني تعتبر بتمثل تقريبا 69.8% من الدخل القومي، من ناتج الدخل القومي المصري. كنا بنزرع 2,360,000 فدان قطن. السنة دي انا زارع 121,000 فدان. هحكي لك، هقول لك مثلا على حاجة بسيطة، مثلا مشكلة الرز اللي احنا بنعيشها النهاردة. هل دي مشكلة حقيقية؟ لا، مش مشكلة حقيقية. ده سوء تنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التموين، واقول لحضرتك ازاي. سوء تنسيق. يعني احنا يعني الحكومة دي فيها سوء إدارة، فيها جهاز إداري خربان، فيها سوء إدارة وتنسيق. يعني احنا زارعين 2,300,000 فدان رز السنة دي، ينتجوا لنا 7 مليون. استهلاكي انا كمجتمع مصري 3 مليون، يبقى انا عندي المفروض اصدر. ازاي يكون في ازمة رز؟ فشلت الحكومة في